بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورينا ومشرفينا أحلى فنز في الله، إخواتي الغاليين. النهارده مشيئة الله جايبين فيديو صغير، أخطاء بيقع فيها مثلا الفني أو المقاول أو المبلط. تمام. طب الأخطاء دي لو اتمديت في الشغل بتاعها وفي الخطأ بتاعها، إيه اللي بيكون عندي؟ بيكون عندي مثلا حوالي 12 15 سنتي بتفصل عن المسبح. 12 15 سنتي بتفصل عن المسبح. طيب بتفصل عن المسبح، وبعدين طب انا عندي كده في ميه بتمشي، المسبح اوفر فلو، الميه بتمشي. تمام. فالميه لما بتمشي معانا بتنزل تحت الديفان بتاع البلاط بتاع الحوش او بتاع الصاله لو المسبح في الصاله. تمام. فهنا بيحصل معاك هبوط في البلاط كامل. تمام. طب اتلاشاها ازاي؟ هنبص على الفيديو كده مع بعض وايه ونشوف الدنيا فيها ايه. كده انا مشغل لكم الفيديو. بصوا الحته اللي انا واقف عندها هنا دي، اللهم صل على النبي. هو المسبح تقريبا عامل 62 او 3 متر في 6 متر. بصوا كده الجزء ده، الحته اللي مؤاخذه انا اسف اللي تحت رجلي دي على طول على رجلي اليمين. تمام. بصوا متساويه مع المجرى، متساويه مع المجرى. طيب ما فيهاش هنا نظام شغال، ما فيهاش اي حاجه. يعني بصوا الحته اللي انا بشاور عليها دي، فهنا الميه لما بتطلع معايا بتمشي معاك تحت البلاط، تحت البلاط. طب والجزء اللي من ناحيه الصاله برضو، اللي من ناحيه الغرفه دوت برضو المفروض يكون اعلى من البلاط. ليه؟ انت عندك التشطيب بتاع المسبح، التشطيب بتاع المسبح هيكون بسوى البلاط، بسوى البلاط. فالميه بتطلع معايا هتمشي من تحت من تحت ناحيه الغرفه، وهتمشي من تحت البلاط من الناحيه دي. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يعني بصوا احنا جايبين الفيديو برضو ايه بنتكلم مع الطبيعه هنا كده مع بعض. نفس النظام في الزاويه اللي هناك دي اللي انا بشاور عليها اهي، اهي في الزاويه دي. تمام. هتلاقي برضو نفس المكان مش قافل المجرى للاخر، فكده الميه هتمشي معاك من بعد المجرى. الميه هتمشي معاك من بعد المجرى. برضو عمل معايا هبوط بلاط. دي حاجه. الحاجه بقى الثانيه والاهم من ده كله، بصوا لو لاحظتوا هنا هو عامل العازل بعد الياس، عامل العازل بعد الياس. طب العازل بعد الياس هو هيركب عندي كشافات لاتش زي كده. يعني هو حتى لو ظهرت معانا في الفيديو هتشوفوها، مؤسس لكشافات لاتش زي كده. طيب مؤسس للكشافات اللاتش اللي زي كده، انا المفروض كشاف لاتش زي كده يا اما باسس له بماسوره بتاعت سبليت 3 ارباع مثلا. دي افضل حاجه. بطلع بالماسوره بتاعتي، عشان بعد كده باجي اروح حاقن الماسوره بقى بوكس زي ده كده. يعني لازم المسبح الاوفر فلو كشافات عندي تتحقن بحاجه زي كده. ده 2 في 1 صلب جدا. بحقن بيه الكشاف دي تقريبا ثمنها 40 ريال او 50 ريال. تمام. دي بحقن بيها الكشاف من تحت، عشان لو الماسوره مكسوره او اللي مقطوع او الميه بتطلع من فوق من عند علبه التوصيل ما تمشيش معايا تحت البلاط. فالناس اللي عندهم مسابح اوفر فلو فيها تهريب حاجات بسيطه من دوت، او الخزان تلاقيه بيفضى عندك من دوت، افتح علبه التوصيل 3 مسامير هتلاقي الميه ماشيه معاك تحت البلاط. تمام. دي حاجه. يعني هنا طب اعالج الخلل ده ازاي؟ اعالج الخلل ده ازاي؟ اجي في الجزء اللي مش هتطلع فيه الميه. تمام. المفروض يكون صبة عاليه 10 سم او 5 سم. تمام. الراجل هنا مثلا غلط وما عملش الصبة معاه من الاول. طب اعمل ايه؟ المفروض قبل الياسه، قبل الياسه بجيب المليس يجي على البطانه اللي من فوق اللي هتمشي عليها الميه، اللي هتمشي عليها الميه. تمام. ده الكلام ده قبل رياسه المسبح. فبليس الجزء اللي من فوق كله اوبج واوتار. تمام. هنا ممكن تلاقي سنتي، هنا ممكن تلاقي 5 سنتي، هنا ممكن تلاقي 2 سنتي. فباجي بعد ما بليس واوزن البطانه بتاعتي اللي من فوق. تمام. العالي لوحده والواطي لوحده اللي هو هتمشي عليه الميه. بعد ما اعمل ده باللياسه، اجيب الماده اللي هي العازله اللي راكبه دي، بعجنها زي المعجونه وافصل بين، يعني اركب بين العازل بين الخلطه دي وبين الصبه الاساسيه، عشان ما تمشيش معايا الميه. حتى عشان لو طفيت المضخات فيما بعد ما الاقيش الميه نزلت لي 5 سم او 6 سم، عشان يشتغل المسبح معاك كشكل جمالي. يبتدي ياخد له حوالي 10 دقائق او ربع ساعه عقبال ما يبتدي يصب معاك الاوفر فلو اللي هو يعوض ال 10 سم. في الحاله دي لو المجرى مظبوطه، تمام، الميه مش هتهرب معاك بره عند البلاط، لا الميه هتهرب هتروح معاك للخزان. تمام. فانتبهوا من النقطه دي يا غوالي، والسلام عليكم.